بقول لك يا أهم الملاحظات اللي الحمد لله نجحت معي، إن شاء الله بتنجح معك. جيب ورقة وقلم وسجلها، ولا سجلها بملاحظات جوالك، لا تنسى شيء. أول شيء وهو أهم شيء، لا تشفق على نفسك، لا ترحم نفسك. بالعربي لا يبرد ظهرك، شد الذيب شد. ثاني شيء، ما في يوم مفتوح. يوم مفتوح بقعد أفلها آكل بعدين أحرم نفسي، نظام غبي ذا. يوم مفتوح لا. ثالث شيء، الحديد مهم مع التمارين، لازم يوميا بشكل يومي تمرن حديد. رابع شيء، الأكلات اللي أكلها وطريقة الأكل وكم المقادير وزي كذا بقولك الحين باختصار مرة: موز، رز أبيض، زبادي خالي دسم، حليب خالي دسم، صدر دجاج مشوي، وبيض مسلوق. طريقة الأكل على فكرة ترى ما راح تاكل غير هذول اللي قلت لك. حرمان سوين مش ذا الرجيم، تبي ولا لا؟ يلا كيف يومي؟ أنا الحين دخلت عالم الرجيم، دخلت عالم التمارين وزي كذا. كيف أبدأ يومي؟ إيش أسوي بعدين؟ إيش أسوي؟ أول ما تقوم من النوم تشرب لك ماء، تقرقع من ذا الماء، وبعدين تمرن. ما كليت شيء، ما الأمي دخل تمرن. التمرين على معدة فاضية، تمرين على معدة فاضية، ما كليت شيء، لمدة من نص ساعة إلى 40 دقيقة. بعد ما تخلص 40 دقيقة والنص ساعة ذي التمارين مشي سريع أو هرولة، ترجع للبيت، تجلس تقريبا ساعة كاملة ما تاكل شيء. أدري فيك جوعان، بس ريح جسمك، لا تاكل على طول بعد التمرين، انتبه. بعد ما تخلص وجبتك خلاص تريح، يعني تريح تروق تشوف لك أي شيء. أهم شيء فمك ذا لا يطب شيء خلاص. طبعا عندنا بس وجبتين باليوم، ما في 3 وجبات. نظام حط 6 وجبات عشان الجسم، نصابين ذولا. اسمعني أنا بفيدك، وجبتين باليوم بس. وجبتك الثانية تاكلها قبل نومك ب4 ساعات. سالفة انك تبي تاكل وتنام، اهلا بالكرش، اهلا بالديد، اهلا بالترهلات. ما في، تاكل بعد 4 ساعات. هذا مبدئيا. طبعا على طول لا تدرم على طول على الرجيم حقي، شوي شوي. يعني كل الرجيم اللي انا قلت لك، بس كل مع شيء، يعني انزل تدريجيا بالرجيم. تستمر على النظام اللي قلت لك قبل اسبوعين. بعد الاسبوعين تبدا تمرن مرتين، ما هو مرتين. يصير تمرينك الاول التمرين على المعدة فاضية نص ساعة. التمرين الثاني قبل الوجبة الثانية حديد، تروح للنادي تلعب حديد تشد جسمك. هم اللي خلصت الحديد رجعت البيت كليت وجبتك، انتظرت 4 ساعات 3 ساعات ونص ونمت. بتجيك لحظة اللي هي تضيق فيك الوسيعة، تقفل بوجهك الدنيا، فهنا تقدر تكافئ نفسك أو تعطي نفسك شيء. تروح مثلا من المطاعم الكويسة زي صبوي، تطلب تونة، تغير، تاكل إن شاء الله من مطعم بخاري الزبدة، لا تاكل كثير بس غير. وهذا مو بشكل أسبوعي، قلت لك يعني كل أسبوعين، كل 3 أسابيع تحاول إنك تغير شوي، إنه عشان ما يمل جسمك، ما يتعود على نفس الأكل ذا اللي تاكل. وترى ما هو يوم مفتوح، ما هو يوم مفتوح. قلت لك إن شاء الله تبي تاكل مفطح، بس إنه كل حاجتك شوي، لا تشبع، قم وأنت ما شبعت. يوم واحد لك. لو كان وزنك 200 300 تقول لي لا أنا بنحف بعدين ألعب حديد، لا يا ذيب، لازم تلعب حديد، لأن الحديد بيحرق بعد زود على رولتك وذا. أدري طولت بس خلاص قضيت. هذا عشان للناس، عشان ما حد يسألني ثاني مرة وش رجيم كذا، وهذا أكلي وهذا شغلي والحمد لله نجحت. أنا قبل لا أدخل النادي تقريبا بشهر 3 أسابيع كل يوم أدخل النت وأقعد أكتب مذكرات والعيال يذكرون. يوم خلص تثقفت عرفت كل شيء دخلت النادي، ويعني 80% أو 90% من مدربين الأندية يجيك عضل باي تراي، بس جسم ما في ذاك الجسم اللي احنا نبيه. طيب أسمع من واحد كذا ليه؟ وتوكلوا على الله واذكر الله وإن شاء الله ترى المهمة سهلة، بس يبي لها واحد ينجزوم قوي قلبه، وأبد الأمور تبي تسهل. أعتذر والله جدا عن اللي طالع، بس كان من المهمة توضيح الرجيم للناس وزي كذا للي يبون، وخلاص. ما في ملاحظة أخيرة يمكن كثير يصير ضدي، مدربين اللي بالنادي اسحب على أمهم، خلهم كأنهم مزهرية، لا تعطيهم وجه ولا تأخذ منهم نصائح ولا شيء. ليش؟ عشان أنت تعود تثقف نفسك، تروح للنت وتدخل والله مالي خلق بروح أنت ما راح تنحف. تسمع أنت يلي تقول كذا ما راح. أول وجبة تاكلها اللي هي رز مسلوق معدل كاسة، حلو،